أهلا بيكم حبايبي في قناتي أصل الطبخ مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وهي الكشري. كل ولادنا بتحبه وبتطلبه. هنعمله لهم في البيت، هيكون طبعا أحسن وأنضف يعني. والصلصة كمان بتاعتنا في البيت بتبقى كويسة وطازة عما انت تشتريها من المحل وتكون فيها حاجة من الجو الحر ده. فبلاش طبعا، فاحنا الأحسن والأفضل ان احنا نعمله في البيت. هنعمل الصلصة بتاعتنا هتكون مختلفة. هنعمل الدقة بتاعتنا بطريقة برضو مختلفة وحلوة. والشطة بتاعتنا برضو هتكون جميلة ومختلفة وبطريقة جميلة جدا. يلا بينا نشوفوا المقادير مع بعض. مقاديرنا عبارة عن نص كيلو من العدس بجبة. جبناه وسلقناه في مية وكمون، وسلقت برضو المكرونة الصغيرة والمكرونة الطويلة معاها. والحمص انا نقعته عشان ما يغيبش معايا في السوا. ومعايا الرز لسه هعمله، والثوم والصلصة والبهارات بتاعتي ملح وشطة وفلفل اسود وكمون. ومعانا ورق لوري، ومعانا معلقة سكر كبيرة. فحل على النار هبتدي ان انا اسلق الحمص. حطيت له ملح وحطيت له كمون وسبته يتسلق. بعد كده في طاسة تانية خدت كمية من الزيت وابتديت ان انا اشوح الثوم. وبعد ما شوحته كده واحمر حطيت الصلصة. هسيبها تتسبك على مهلها كده، مش هستعجل عليها، على نار هادية. وبعد ما بتتسبك معايا بحط لها البهارات والتوابل بتاعتي اللي احنا لسه قايلين عليها. وبعد كده بزود لها شوية مية صغيرين وبسيبها تكمل التسبيكة بتاعتها لحد ما يوصل القوام بتاعها كده. بطفي عليها واركنها على جنب. هنيجي بقى نعمل الدقة. هعمل شوية زيت صغيرين هحطهم في طاسة، ومجرد بس ان انا بسخن التومة مش بحمرها. بعد ما بسخنها بحط لها نص كوباية من الخل ونص كوباية من المية. وبسيبها تغلي على النار وبحط لها الملح والشطة والكمون. وبقلبهم كويس قوي. واخر حاجة بحطها ليمونة، عصرة ليمونة عليها. وبقلبها كويس قوي وبركنها على جنب. دي بتبقى الدقة بتاعتنا. نيجي بقى نعمل الشطة. هناخد حبة زيت ومعانا معلقتين شطة كبار احمرهم في الزيت. وبعد كده اخد من كبشة الطماطم اللي احنا عملناها احطها عليها وازودها شوية مية. وبعد كده تغلي واطفي عليها على جنب. يبقى احنا كده جهزنا كمان الشطة. هنعمل بقى الرز في حلة على النار. هنحط سمنة وزيت وبعد كده احمر لسان العصفور لغاية ما يوصل اللون بتاعه غامق. وبعد كده ابتدي احط المية بتاعتي. المية بتاعتي بتكون نفس مقدار الرز، يعني لو 5 كوبايات رز هيبقوا قصادهم 5 كوبايات مية. مع اختلاف ان معانا شوية شعرية يبقى بتضيفي شوية مية صغيرين عليها. بعد كده لما بيغلي بهدي النار عليه وبيستوي على مهله زي ما انت شايفة كده وبركنه على جنب. هشوف بقى الحمص، انا شايفة كده ان هو خلاص استوى، مش هياخد معايا وقت على النار لان انا نقعاه من قبل. بعد كده هبتدي ان انا اعمل البصل. قطعته جوانح زي ما انت شايفة كده. وعلشان يقرمش معايا حطيت له معلقتين دقيق وقلبت حلو قوي كده زي ما انت شايفة. وبيكون الزيت على النار يكون سخن، لازم يكون سخن. بعد كده هبتدي ان انا احط البصل عليه يتحمر. وايدي طبعا فيه علشان ما يسودش معايا ويمرر. لغاية ما لونه يبقى احمر كده هبتدي ان انا اطلعه على مناديل مطبخ زي ما انت شايفة كده. هكون كده جهزت الصلصة وجهزت الشطة بتاعتنا والدقة بتاعتنا علشان نطبق الكشري على بعضه. هحط الرز في الطبق بتاعي وبعد كده المكرونة النوعين الصغيرة والطويلة. وبعد كده العدس بجبة، الصلصة الجميلة بتاعتنا. بتحطي المقدار اللي انت عايزاه والدقة برضو. وبتحطي بعد كده مقدار الشطة اللي انت عايزاها. وتحطي بعد كده البصل المقرمش بتاعنا. واخر حاجة بتحطيه الحمص. وده بيكون شكل طبقنا النهائي، الكشري الجميل اللي الكل بيحبه. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.